يلا نعمل مع بعض ليالي لبنان بطريقة جدا سهلة وسريعة والطعم ولا أروع. بالبداية هون رح نحتاج ل5 أكواب من الحليب السائل. رح نستخدم معهم كوب من السميد الخشن وسكر حسب الرغبة. رح نضيف عليها المستكة السائلة وماء الورد أو ماء الزهر. هدول اختياريين بس بيعطوا نكهة جدا طيبة. رح نحركهم على البارد. بعدها رح نشغل النار عليهم، نستمر بالتحريك لحتى يغلي معنا الخليط ويتقل ويصير قوامه متماسك. بعدها بنصب بصينية التقديم ونتركه لحتى يبرد تماما بالثلاجة. هيك بعد ما طلعته من التلاجة وصار عندي بارد تماما، راح أحط على الوجه علبتين من القشطة، أفردهم كتير منيح بشكل متساوي. وبعدها راح أزين بجوز الهند والورد المحمدي. طبعا التزيين حسب الرغبة، ممكن نزينه كمان بالفستق الحلبي. أما بالنسبة للقطر رح نستخدم كاستين من السكر مع كاسة من المي. رح نحطهم على النار، ما رح نحركهم أبدا، رح نتركهم لحتى يغلوا ويدوب السكر لحاله. لما يدوب عنا السكر بهذا الشكل ويبلش يغلي، بنحط عليها عصرة ليمون صغيرة. ممكن تنكهوا القطر بماء الورد كمان، بيطلع كتير طيب. نتركهم يغلوا لمدة نص دقيقة، بعديها بنشيلهم على جنب نتركهم ليبردوا. وهيك صار عنا القطر جاهز وليالي لبنان جاهزة. جدا طيبين ونكهة المستكة فيهم جدا رائعة. بجد بنصحكم تجربوها، من أروع وأطيب الطرق لليالي لبنان وما بتاخد معكم وقت أبدا. وألف صحة وعافية.